السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في الحلقة الثالثة من سلسلة انت مدرب كلبك. اللي شافوا الحلقتين اللي فاتوا عارفين بيلا والمشاكل اللي كانت عندها من الخوف، وانها ما كانتش بتتبع المكافأة بشكل كويس، وانها كانت بتتعامل بشكل مش صح، فده اثر في شخصيتها جدا وخلاها عندها مشاكل كتير، تصرفات كتير غلط. الحلقتين اللي فاتوا اشتغلنا على أوامر بسيطة علمتكم فيها ازاي تشتغلوا، ازاي تكسبوا ثقة الكلب، ازاي تزودوا ثقته في نفسه، ازاي نخليه يمشي ورا ايدينا علشان يوصل للأكل. النهاردة أنا زودت شوية في الأوامر علشان عايز الحلقة تكون دسمة وكل واحد فيكم هو شطارته. بدأنا السيشن بأمر هيل أو جنبي زي ما انتم شايفين. الطريقة اللي أنا بستخدمها دلوقتي دي أنا هوريكم طريقتين. الطريقة الأولى دي إن أنا بمسك الليش بإيدي اليمين من ورا جسمي، لأن هي بتبقى بتشد بتسبق، فبيبقى الليش فايدته إن أنا أحكمها في المسافة جنبي، وإن أنا لما أقف أكون بفرملها بإيدي اللي فيها الأكل. أول لما ببدأ أعلم أمر هيل أو جنبي بيفضل إن مع استخدام الليش إن تكون المكافآت على مناخير الكلب وفي مستوى دماغه وأنا ماشي، وبمشي خطوات قليلة، خطوتين تلاتة وأقف، خطوتين تلاتة وأقف. دي الطريقة الأولى. بفضل أكرر طبعا زي ما اتعلمنا، كل ما كررت أكتر كل ما الكلب عمل الأوامر دي بشكل أحسن. تدريجيا ببتدي أرفع إيدي ما تبقاش قريبة من دماغ الكلب زي ما احنا شايفين. المهم إن أنا أفهمه إنه ممنوع يعدي اللاين اللي مساوي بجسمي أو برجلي، ما ينفعش يعدي رجلي ويقعد قدامي. طالما أنا قلت ستوب هو بيقف جنبي بالظبط، دماغه تقريبا عند ركبتي، ما بيعدينيش يعني. كمان هنشتغل على أمر التحية زي ما شفتوا كده من شوية، هتتعلموا اهو. بصوا بنطلع بشكل تدريجي بزاوية 45 درجة تقريبا، وما ينفعش الكلب يوصل للأكل غير وهو فوق. آه، بيلا لو شفتوها هي يعني رجليها من ورا مش مظبوطة، مش أحسن حاجة، بس مع الجري واللعب في الأكاديمية، طبعا الفيديو ده في دبي، ابتدت رجلها تتظبط وابتدت تعمل التحية بشكل كويس يعني. هنا ابتديت اشتغل معاها امر لفي، كانت خايفه من الليش، برضو انتوا عارفين المشكله دي، لما رفعت الليش فوق ابتدت تلف. فهنا انت بتتعلم بعض من اوامر الفري ستايل او الاوامر المتقدمه في الطاعه زي التحيه وزي لفي، وكمان هعلمها لكم امر اقفي وورا، فهتشوفوا بنشتغلها ازاي وبنوجه الكلب ازاي بايدينا. بصوا لما بتعديني برجعها تاني. مهم قوي البوزيشن بتاع الليش. دلوقتي انا وريتكم الطريقه التانية، ان انا بمسك الليش بايدي الشمال واخليه ورا ظهري وبكافئ بايدي اليمين. ايدي اليمين هي عامله زي الدريكسيون. بصوا في الحته دي انا لما كانت ايدي قريبه من جسمي هي وسطها اتحرك بعيد عني، بقت بزاويه 45 درجه بصالي، مش قاعده زي كده بالظبط. فمهم ان وانا بكافئ الكلب تكون ايدي بعيده عن جسمي في لاين مستقيم مع الكلب وطريقه مشيه، عشان لما يقعد جنبي يبقى متعود انه يقعد مظبوط. شفتوا برضو معاها في الحلقات اللي فاتت انها كانت بتقعد معوجة بسبب ان رجلها من ورا مش مظبوطة. خلاص اتعلمت انها مش تتكافئ غير لما تقعد صح. بصوا هنا وقعت مني قطعة اكل، فبستغل الموقف في ان انا اعلمها يعني ايه كوريكشن مع امر لا زي ما انتم سامعين، او نو. هنا بنرجعها ورا. بصوا هي مشغولة بالقطعة الاكل اللي وقعت، لان هي اوريدي هي بتاكل من الارض وبتقطع حاجات في الارض، وهي كانت صعبة في الحلقة الاولى انتوا شفتوها. المهم ان انا ما اجريش اخد الاكل وانا مش عارف امنعها، لازم امنعها الاول بعد كده اوطي اخد الاكل اللي وقع ده بهدوء. بصوا برضو هي مركزه في اللي وقع، هي متعوده انها تاكل من على الارض. فهنا الكوريكشن ده طبعا مش مؤذي، هي لابسه طوق اوريدي، بس ده اقصى عقاب ممكن نستخدمه مع الكلب. هنا بنكرر تاني امر لفي، بنحرك ايدينا كده يعتبر دايره، دايره كامله من اليمين للشمال. ده امر وقفي. وامر ورا بحرك الكلب لورا بايديا، بزق الكلب والاكل في ايدي على في مستوى بقه تقريبا، عشان لو رفعت لفوق هيقعد، لو نزلت لتحت هينزل داون. وبنراجع التحية تاني.
زي ما احنا شايفين كده. كل مدى وهي بتبتدي تعرف تقف اكتر. طبعا مش من سيشن واحدة، انا بوريلكوا احنا بنعمل ايه، واتعمدت ان السيشن دي يكون فيها عدد اوامر اكتر شوية، علشان كل واحد منكم بقى هو شطارته مع كلبه. مش عايز تبقى الحلقة كلها عن امر واحد او امرين تحسوا الموضوع صعب. بصوا هنا بقى فايدة الليش. لما انا سبت الليش البوزيشن بتاعها ابتدى يبوظ، بعدت عني شوية، قعدت قدامي. فاهمين؟ انا هنا سايب الليش متعمد عشان الليش لما نزل تحت رجليها ما شلتوش تاني، عشان اوريكم ان الليش مهم. بصوا مش عايزه تتظبط اهي، مش عايزه يعني الموضوع بيكون فيه صعوبه. علشان كده الليش مهم قوي قوي في الاول، مهم جدا جدا، لانه بيوصل الكلب للبوزيشن مظبوط. الادوات بتساعد الكلب على الفهم اسرع يعني. لما وقعت هنا عشان هي بتخاف اصلا، اضطريت اشجعها وطبطب عليها كتير عشان ما تقلقش. وبعدين ابتدينا نشتغل ايه اللي هو بنلعب كده زي ما احنا شايفين. وهي ما شاء الله يعني كانت خلاص ابتدت ربطت معايا كويس، وبقت بتحبني وبقت واثقة فيا. فأدائها بقى معايا أفضل بكتير جدا. علشان توصل بكلبك لمستوى كويس أنا بحاول أستعرض معاكم المشاكل اللي بتقابل معظم الناس، والحلقة الجاية هتكون مع كلب مختلف. احنا خلاص كده فهمنا بيلا، فهمنا مشكلتها ايه، فهمنا نحلها ازاي. الموضوع مقتصر على التكرار وانتوا شطارتكم. كل لما كنت بتكرر مع كلبك اكتر عدد حصص في اليوم، بس الحصص دي مدتها قليلة، كل ما وصلت النتيجة قوية بإذن الله، ولقيت كلبك بيتفاعل معاك بشكل كويس جدا. برضه بنراجع على التحية، لأن هي من أصعب الأوامر اللي الكلب ممكن يعملها يعني. بصوا لسه وسطها بتقع. الناس اللي متابعانا أصلا عارفة، شافت بيلا في الآخر كانت بتطلع تحية من بعيد كده بالإشارة، وبتثبت كويس وبتقف فترة طويلة يعني. هحاول أنزل لكم الفيديو ده كمان عشان تشوفوا إن كل الكلاب في الأول الموضوع بيكون صعب معاه. التكرار هو اللي بيخلي الكلب يكون محترف في تنفيذ الأمر ده وبيحب يعمله. كل ما كان الأمر صعب على الكلب كل ما محتاج تكرار أكتر، وكل كلب طبعا حسب شخصيته. هنا هبتدي أمشي أمر هيل وأنا رافع إيدي فوق خالص، فهي هتبتدي. بصوا الكوريكشن اهو ما استجابتش، فبدي كوريكشن. برضو أنا بستفيد من الحاجات الغلط اللي هي بتعملها، إن أنا بعلمها كمان أمر نو أو أمر المنع اللي هو الكوريكشن، عن طريق النتشة الخفيفة بالليش دي، اللي بعد كده بيتحول لكوريكشن لفظي. اول ما اقول نو الكلب بيستجيب على طول. هنا قللت عدد خطواتي عشان رفعت ايدي فوق شوية، فبقى الدليل اللي كان ماشي قدام وشها او مناخيرها يعتبر اختفى. فعلشان هي ما تغلطش فانا بقلل عدد الخطوات عشان هي تتركز اكتر. اخد خطوة 2 واقف، خطوة 2 واقف كده. بصوا قاعدة معوجة، بصوا قاعدة تعدل. ده مهم قوي قوي انك ما تكافئش كلبك وهو قاعد غلط. لو عايز كلبتك تبقى زي بيلا، عايز كلبك يبقى زي بيلا، شفتوا في الاول كانت عامله ازاي؟ اقعدي. دلوقتي بتمشي ورا الاكل ازاي؟ لازم تتابع سلسله الحلقات دي. وفي الاخر خلوا بالكم من كلابكم، وما تنسوش لو الفيديو عجبكم يا ريت لايك وشير وكومنت. نشوفكم على خير الحلقة الجاية. سلام. اقعدي بيلا، اقعدي. اقعدي. برافو. اقفي. شاطرة. جود. ايه هنا. اقعدي. اقفي. يس. جود. نو. هي طبعا حشاشة، اي حاجة في الارض بتعض فيها وتاكلها. اقعدي. اقفي. ورا. جدعة.